النشرة الثامنة من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم. السياسة في اختبار، والمناسبة المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار مبادرة أطلقها من أجل الوصول إلى وفاق وطني يؤمن المرحلة الانتقالية الراهنة. وعشية انطلاق الحوار أحزاب تؤكد مشاركتها في المبادرة وأخرى تقاطع، سيما من الترويكا الحاكمة. لا تراجع عن موقفها المعلن في بياناتها وفي تصريحات مختلف قياداتها لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة. حركة النهضة وبعد مشاورات لقياداتها عشية اليوم تعلن رسميا مقاطعة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. لم يتم التشاور في التفاصيل، يعني من يحضر وما هو جدول الأعمال، ونحن تحصلنا على التفاصيل في وقت متأخر، وتبين أنه من بين الحاضرين هنالك بعض الأطراف التي لا نعتبرها مؤتمنة على الثورة وليست شريكة في الديمقراطية. أقول دائما هي شريكة في الوطن، ولكن ليست شريكة في بناء المسار الديمقراطي والمرحلة الديمقراطية، لأنها متورطة مع النظام السابق. الشريك الثاني في الترويكا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يؤكد بدوره عدم المشاركة في الحوار الوطني غدا، لا أسوة بحركة النهضة كما يوضح، وإنما عن قناعة تلزمه وحده كحزب، خاصة وقد تم تغييبه عن الجانب التنظيمي للمبادرة. المفروض نتحاور ونتناقش، يعني صاحب المبادرة اللي هو اتحاد الشغل والأحزاب السياسية الرئيسية نتحاور ونتناقش حول المسائل التنظيمية، خاصة تحديد الأطراف المشاركة في الحوار. مثلا نداء تونس بالنسبة لنا نحن حزب المؤتمر نعتبر أنه حزب نداء تونس يمثل ثورة مضادة، وعبرنا في عديد المناسبات قلنا أنه لن نجلس ولن نتحاور مع نداء تونس. على خلاف شريكيه في الائتلاف الحاكم التكتل من أجل العمل والحريات يستجيب لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل ويشارك في المبادرة. البادرة هذه احنا مشينا فيها وباركناها، أولا لعلاقتنا بالاتحاد العام التونسي للشغل، ما نجموش نرفضوا الدعوة هذه، وثانيا لمصلحة تونس. وكغيرها من الأحزاب المعترف بها على الساحة السياسية، حركة نداء تونس وجهت لها الدعوة لتؤكد استعدادها للحوار تحت مظلة المنظمة شغيلة، باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل ياخذ نفس المسافة من جميع الأحزاب المتواجدة، وهو الوحيد اللي قادر الآن أنه يلم كل الأحزاب وكل الأطياف والمجتمع المدني على طاولة واحدة للحوار من أجل الوصول إلى توافق لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية القادمة. مبادرة للتوافق تغيب عنها أحزاب فاعلة في الساحة السياسية وذات تمثيلية واسعة في المجلس التأسيسي، فبأي توافق ستخرج فاتحة المبادرات من أجل المصلحة الوطنية ومن ملزم بها.